كده تخلص من الكوره. اوعى تفتكروا ده اداء جماعي وتصويبه وتخبط وقال هيلحق المهدي، خاف وحق على طول. حلو قوي. وعبد الشافي يا سلام، مفيش حد بيستقبل الكوره كويس قوي. هوبا هدف، هوبا هدف عبد الله السيسي. بقول لكم ده ما يسيبش الحته دي، الحته دي ما يطلعش منها ابدا. الراجل ده ما سمعتوش الكلام. يمكن سمعنا عبد الله السيسي ان كل لعيب وله مميزات. في الدقيقه الاولى من الوقت بدل الضائع يتقدم الزمالك بهدف لا شيء لبتروجيت اللي بتلعب ضغط النهارده بس ومش عاوزه حاجه غير الضغط. وبالتالي الزمالك يعني انتعش اخر 7-8 دقائق وضغط، وادي كره تخبط قضاء وقدر وتروح لعبد الله السيسي. الحته دي بتاعته عشان ينهي الزمالك الشوط الاول. بادي عبد الله تخبط فيه وجعفر بيدور عليها، اما هم على طول ادوها له وراحت لعبد الله السيسي وهدف. اكيد الراجل المهدي ما كنت تطلع وتمسكها ما بتبقاش ضربه ركنيه. واحد او بصوا حضراتكم على طول هم اللي عطوها لعبد الله السيسي، و 1-0 لنادي الزمالك. وهنشوف هل هو مستمر هنا ولا جاي عشان اللعبه بس. صابر رحيل، هل يكون عبد الشافي راجع هناك؟ وهنشوف على طول كرة أمامية. يا سلام لو خدها بصدره وممكن، إنما المهدي سليمان وحازم إمام اللي أنعش الناحية الهجومية في الشوط الثاني وتغيير في محله. والمهدي سليمان يصد كرة النهارده يعني بيجيد تماما. أهو أدي حازم وأدي مهدي، برافو برافو. وضربة ركنية للنادي الزمالك. تتلعب الضربة ركنية ويصطدى الزمالك، والزمالك على اعتاب هدف تاني. اوه هدف تاني. لسه بقول لحضراتكم شكل مباراة بيقول كده، شكل مباراة بيقول جعفر اول ما راح راس حربة صريح عمل فولو او تابع كورة في يعني الدقيقة 26 او 27. هنشوف في الدقيقة 26. انا قلت لحضراتكم اللياقة بدنية قلت لنادي بتروجيت، تغييرات ما أثمرتش عن حاجة، وعلى طول أحمد جعفر يحط هدف جميل جدا جدا من متابعة جميلة جدا. أهو آدي على طول نور تصد من مهدي ويتابعها جعفر ويبقى 2-0 لنادي الزمالك. في الدقيقة 27 من زمن الشوط الثاني هجمة حلوة يعني نور هو نور لازم نقول نور، وهو اللي بيشوط وصد من مهدي سليمان ترد لجعفر. كده ازاي الكره دي ازاي؟ ادي حازم ومعاه 2 ومعاه 3 وفي ايه وفي جعفر، وجعفر بيعمل ايه؟ بيمررها وهدف 3. هدف جميل 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 لعيد عبد الملك. حازم امام هو صاحب الهجمه دي وجعفر هو بيشوط، انما يعني عيد عبد الملك اخيرا يظهر في الشاشه. عيد عبد الملك في الدقيقة كام هنشوف 3-0 كده خلص المباراة. ادي العلاء بقى الله هو قاصد يمررها له، الصراحة قاصد يمررها له، ويبقى حازم امام ظبط القعدة للزمالك. ادي حازم امام عمل حتة شراب ولعبها على طول لجعفر، واسامه الله يكون في عونه، وجعفر عملها عرضية، وعيد عبد الملك كالعادة يحط هدف جميل جميل في الدقيقة 37 من زمن الشوط الثاني. الزمالك 3 بتروجيت لا شيء. وادي جعفر هو على فكره عاوز يقول حاجه، جعفر اخطر من سيسي لما بيبقى راس حربه، انما سيسي عشان ما نظلموش لم يستغل مهاراته